السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. إذا كنتي أول مرة كتشوف هذه القناة هذه بوريش رشيد، اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات باش يوصلك إن شاء الله دائما الجديد، وما تنساناش من اللايك وما تنساناش من التعليق ديالكم، ومرحبا بكم. إذا ألف مبروك لفريق الوداد الرياضي، هذا التأهل التاريخي، تأهل من قلب ملعب رادس بتونس، كأس السوبر الإفريقي. إذا ألف مبروك لجميع المكونات فريق الوداد الرياضي، فريق الوداد الأمة، وداد المقاومة، وداد الشهداء، وداد العائلة. شكرا لأسعيد النصيري، شكرا لبعثة فريق الوداد الرياضي إلى الديار التونسية، شكرا للاعبين، شكرا للمدرب، شكرا لحارس المرمى الذي أنقذ فريق الوداد الرياضي وتصدى لركلة جزاء في ضربة الجزاء التي أهلت فريق الوداد الرياضي للمباراة النهائية لكأس السوبر الإفريقي لأول مرة في التاريخ، وأول مرة أول نسخة يتأهل فيها فريق الوداد الرياضي إلى المباراة النهائية للملاقة فريق نادي ماميلودي صندوز الجنوب الأفريقي الفائز على نادي الأهلي المصري ب1-0 في مباراة الأولى في جنوب إفريقيا، والتعادل 0 لمثله في المباراة الثانية في استاد القاهرة الدولي بمصر. إذا مباراة قوية وصعبة لفريق الوداد الرياضي مرة أخرى خارج الديار أمام ماميلودي صندوز الجنوب الأفريقي الذي أقصنه السنة الماضية في دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدفين داخل أو خارج الميدان، خارج الديار، بالنسبة لفريق الوداد الرياضي في ملعب فيكتوريا بجنوب الإفريقي. إذا مباراة اليوم جمعت فريق الوداد الرياضي والترجي التونسي، مباراة عربية، مباراة مغاربية، مباراة بنكهة إفريقية في كأس السوبر الإفريقي لأول مرة في هذه النسخة يتأهل فريق الوداد الرياضي. إذا المباراة الأولى بين الترجي والوداد هنا بمدينة الدار البيضاء الأحد الماضي انتهت لفريق الوداد 1-0، ومباراة الثانية انهزم فيها فريق الوداد الرياضي 1-0. يلتقيان الفريقين إلى ضربات الجزاء التي ابتسمت لفريق الوداد الرياضي بعدما تصدى يوسف المطيع حارس مرمى لفريق الوداد الرياضي ضربة الجزاء الوحيدة التي منحت بطاقة العبور لوداد الأمة، وداد الشهداء، وداد المقاومة. إذا كل التوفيق لفريق الوداد الرياضي في قادم المواعيد، سواء في الدوري المغربي أو كأس السوبر الإفريقي أو دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة. إذا مباراة حارقة وقوية بين الترجي أو عفوا بين الوداد ونادي ماميلودي صندوز الجنوب الإفريقي. كل التوفيق إن شاء الله في قادم المواعيد للكرة الإفريقية. الوداد الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في هذه التجربة الجديدة في كأس السوبر الإفريقي. وما تنسوناش شكرا لكم من الاشتراكات والبصمات وكذلك التعليق دائما إن شاء الله باش تصلكم دائما الإشعارات الجديد قناة بوريش رشيد. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.